الحمد لله العزيز الحكيم ناصر المستضعفين ومذل الجبابرة الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين، فقال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. صدق الله العظيم. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله إمام المجاهدين ورحمة للناس أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنيئا لكم أيها الطلبة بذكرى الخامس من جويلية الذي تلتم فيه منة جليلة ونعمة كبيرة، ألا وهي الحرية والاستقلال، وتشدنا الذكرى لنشهد ذلك اليوم الذي تقرر فيه الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة، بعدما تحمل شعبنا كل ألوان العذاب والنكال في سبيل تحرير البلاد والعباد من براثن الاستعمار الفرنسي البغيض. فكان شعبنا سدا منيعا أمام كل تحديات المستعمر الذي انتهج سياسة التغريب لمحو الشخصية الجزائرية وطمس معالمها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. معنا الطالبة رفيدة بوشريط، طالبة سنة ثانية طب أسنان من الإقامة الجامعية بوحديد عنابة، في بودكاست جديد خاص بعيد الاستقلال والذي يصادف 5 جويلية 2024. مرحبا بك معنا طالبة. شكرا على هذه الاستضافة الطيبة في بودكاست اليوم اللي هو بودكاست مميز. بإذن الله راح نتحدثوا فيها على معلومات قيمة ومعلومات على عيد الاستقلال. نعم. أولا رفيدة، كبداية لهذا البودكاست المميز، حابين نعرف لماذا نتخذ هذه الذكريات والأعياد؟ والجواب لا شك أنكم تعرفون جميعا هذه الذكريات قد تكون للترفيه عن النفوس، وقد تكون للتذكير بحادث محبب إلى النفوس ومحفز للهمم، وقد تكون لإظهار الفرح بنعمة أصابت البلاد والعباد، كيوم 5 من شهر جويلية 1962 الذي نلنا فيه نعمة الحرية، ذلك اليوم الذي تحقق فيه حلم شعبنا. وقد صدق الشيخ عبد الحميد بن باديس وتحققت فراسته حينما قال: وإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. بماذا يذكرنا هذا اليوم المجيد 5 جويلية 1962 رفيدة كمعلومات؟ عيد الاستقلال الجزائري هو الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال الجزائر بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من 13 عقدا، 132 سنة، بفضل اندلاع الثورة التحريرية الكبرى والتي تعد أكبر ثورة في القرن العشرين، وهو يوافق 5 من جويلية سنة 1962. كاين عدة تواريخ كثر، وكما نعلم أنه الثورة التحريرية امتدت من 1945 إلى 1962، ولكن احنا أخطأ كان اختيار على 5 جويلية بالضبط. نعم. كيوم للاستقلال. نعم. لماذا هذا التاريخ بالضبط؟ نعم، هكذا جاءت نتائج التصويت معبرة عن التمسك بالاستقلال بالأغلبية الساحقة، وحددت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أن يوم الاستقلال هو يوم 5 من جويلية 1962، ليمحو هذا اليوم يوم اغتصاب الجزائر في 5 جويلية 1830، ورفع العلم الجزائري عاليا في حشود الجماهير المحتفلة بالنصر في شوارع المدن والقرى والمداشر في كامل ربوع الجزائر، فكان يوما عظيما في تاريخ الشعب الجزائري، بل أصبح هذا اليوم مقدسا في نفوس الجزائريين لما حمله من معاني العظمة والقوة والكرامة والعزة والحرية والكفاح البطولي الخالد. نعم رفيدة، كما نعلم أنه ذكرى الاستقلال راه تذكرنا بأيام التضحيات، الجسام والإيثار التام، تذكرنا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتذكرنا أيضا بأن هذه الثمرة الطيبة اللي هي ثمرة الحرية لم تأتي على سبيل الصدفة والأماني الكاذبة، وإنما جاءت عن طريق رجال آمنوا بالله ثم آمنوا بضرورة تحرير الأرض وتطهيرها من آثار الذل والاستعباد.
وكما نعلم أنه ردة فعل الجزائريين ردة فعل الجزائريين كانت لها عدة قرارات، حيث بردة فعل الجزائريين كان هذا القرار قد غير مجرى تاريخ الجزائر. فما هو هذا الرد، كيف كانت رد فعل الشعب الجزائري؟ نعم، حول مجد ذلك اليوم تروي المجاهدة صالحة جافيل ما مثله يوم 5 جويليا 1962 من فرحة للشعب الجزائري، والتي لخصتها في قولها: كانت سعادة لم أعشها بعدها أبدا. لقد كانت بمثابة الانتقال من اللا شيء إلى كل شيء، مبرزة أن جوهر القضية آنذاك تجسد في استرجاع السيادة على الوطن وعودته إلى أحضان الشعب الجزائري، وهو لب النضال والكفاح المسلح الذي راح ضحيته قوافل من الشهداء عبر مختلف المراحل. واستذكرت ذات المتحدثة لحظة الإعلان عن الاستقلال وجلاء المحتل، قائلة أنها ذكرى راسخة في الوجدان بعد أن عادت الجزائر إلى شعبها وأصبح لدينا وطن مستقل نحن مواطنوه، وعليه نمارس أركان ورموز السيادة الوطنية داخليا وخارجيا. بهذا نستطيع أن نعلم أن الفرحة كانت جد عامة آنذاك. نعم، حتى أنه كان أستاذ تاريخ محمد الحسن زغيدي اللي قال أنه عظمة هذا اليوم جسدت في صورتين، اللي هما استرجاع السيادة الوطنية والوفاء لرسالة شهداء، معتبر أن اعتماد يوم الاستقلال في نفس اليوم اللي دخل فيه المحتل إلى هذه الأرض الطاهرة جاء بهدف محو آثار الاستعمار نهائيا. بس ما أن الجزائر كما نعرفوا دفعت ثمن باهظ جدا لنيل استقلالها واسترجاع سيادتها. قلنا ورغم جراح الدمار الذي خلفه الاحتلال وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها، تؤكد المجاهدة أن سعادة اللحظة اكتملت بالتئام الشمل والتحاق من كانوا في الجبال بالأهل وخروج من كانوا في السجون. لتأتي الهتافات موحدة: تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. نعم رفيدة، هذه ذكرى رفيدة كما نعرف أنها ذكرى سعيدة وحزينة في نفس الوقت. لماذا ذكرى سعيدة؟ لأنه في هذا اليوم الشعب الجزائري نال استقلاله، نال الحرية نتاعو، وأصبح مستقل بذاته، مستقل. الجزائر ولات دولة معترف بها. وحزينة في نفس الوقت لأنه آلاف وملايين من المجاهدين اللي ماتوا في سبيل تحرير هذا الوطن الغالي. دركا وش حنكون مصير هذه الذكرى في ظل تسارع الزمان، خاصة أننا نشهد تطورات كبيرة في علمية، في الأحداث، في عدة مجالات. مما لا شك فيه أن هذه الذكرى سوف تظل خالدة مدى الأيام، لتقول للدنيا أن الباطل مهما طال أمده وقويت شوكته فلا بد من اليوم الذي يخر فيه صريعا أمام روعة الحق وقوة الإيمان. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لازم هذا التاريخ بالذات اللي هو تاريخ النصر والاستقلال لازم نعتبروه كميراث وكشيء مقدس نورثوه للأجيال القادمة. فإحنا كدورنا كآباء كأمهات حتى كتلاميذ، يعني أنت كتلميذ في جامعة كطالب في جامعة، أنك تتكلم مع، تشارك أفكارك، تشارك أحداث حول هذا اليوم. هنايا راح يتجلى دور مهم للآباء والأمهات أنهم يرسخوا هذا أحداث هذا التاريخ في أذهان أطفالهم، لأنه لكي لا ينسى أبدا يتحدثوا لهم على التضحيات، على التعذيب، على الأحداث والقمع، يحدثوهم به تنبت فيهم هذيك البذرة حب الوطن وتعظيم الشهداء وتعظيم التضحيات اللي قاموا بها، وتبقى الذكرى هذه سائدة في الأذهان.
نعم، وكما نعرف إنه يقول لك إن من ذاق عرف ومن ضل الطريق بعد وانحرف. ونذكر أنفسنا بحقيقة النجاح، نقول إن النجاح الحقيقي ليس في الحصول على الثمرة وبلوغ المرتبة فقط، إنما النجاح الحقيقي يكمن في كيفية المحافظة عليه والاستمرار فيه. فاحرصوا يعني أنتم كطلبة وعلى ما نلتم وتمسكوا بما ظفرتم. ونشكرك رفيدة على هذا، على حضورك وعلى كلمتك الطيبة ومشاركتك لنا في بودكاست بوحديد عنابة. إلى اللقاء، ورحم الله شهداءنا الأبرار، وعاشت الجزائر حرة مستقلة. وأخيرا نقول أن الفرحة الحقيقية والسعادة الغامرة هي عندما نرى الأمة العربية والإسلامية قد توحدت وجمعت إن شاء شملنا الله. وانتصرت على عدونا. كما نسأل إن شاء الله انتصار لأهل غزة، آمين يا رب. فلسطين إن شاء الله آمين. يا رب، كل النصر لهم. إن شاء الله. وكلمة خلاها أبو عبيدة البطل: إنه لجهاد، نصر أو استشهاد. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله كنا